شنو اللي احسن بالنسبه لي؟ واش نختار سنه تحضيريه ولا ندخل الباشلر نيشان؟ هذا السؤال هذا كيوصلني بزاف في الدي ام، وقلت ندير عليه هذا الريل هذا ونجاوبكم عليه. في هذا الفيديو غنعطيكم امتيازات ديال السنه التحضيريه وامتيازات ديال دخول نيشان باشلر، وفي الاخر الفيديو غادي نبارطاجي معكم واحد المعلومه اللي ما كيعطيوش بزاف لي جاجونس مع الطلبه ديالو. خلي معك لايك فولو وخلونا نبدا. بالنسبه للسنه التحضيريه الامتيازات ديالها هي انك كتعلم شويه اللغه الصينيه اللي كتقرا في السيمستر الاولى اشيسكا 1، في السيمستر الثاني اشيسكا 2. هذه السنه هذه التحضيريه في حاله ما اللي تقدر ديرها هي اللي تجمع ولا تكمل في الصين، وغتحتاج ضروري اللغه هنايا باش انك تكمل. واخا دير الباشلر ديالك والماستر غادي تحتاج اللغه. فهاد السنه هذه غادي تعاون، غير هو خصك تكون واحد الانسان كريدي عاطي راسك للقرايه في هاد السنه هذه باش تقدر تضبط اشيسكا 1 واشيسكا 2 وتحيدهم عليك. وحاجه اخرى اللي زوينه فيها، وفي حاله ما جاتك انك فكره انك تغير الجامعه اللي كتقرا فيها ولا الشعبه اللي في ديك الجامعه، فبامكانك انك تغير الجامعه وتكون عندك باقي الحق انك تحول. يعني يلاه درتي واحد السنه تحضيريه والعام الجاي كتحول شي يونيفرسيتي اخرى في شي مدينه اخرى. كاين بعض الطلبه كيوصلوا حتى لهنا عاد كيتعجبوا مدينه اخرى يقدروا يمشيو ليها، ولا كيتعرف على شي صاحبه تما في ديك المدينه وكيبغي يتحول. لكن المشكل انه كيكون داخل نيشان الباشلر وما كيكونش عنده الحق انه يتحول حيت غادي يضيع داك العام اللي قرا. اما بخصوص اللغه فراه كتقرا ديك اللغه وكتمشي ديك الساعه تقرا تخصص في جامعه اخرى وفي شي مدينه اخرى. ندوزو الامتيازات ديال انك تقرا باشلر نيشان. الامتيازات ديال التخصص هو انك كتنقص عليك عام اللي غادي دير فيه سنه تحضيريه وكتدخل نيشان تقرا التخصص. بحال ما كنتي غتقرا باشلر غادي تقرا 4 سنين، غتقرا ماستر غادي تقرا 3 سنين ولا عامين، والبي اتش دي هي تقرا فيها سوا 3 سنين ولا عامين على حساب كل يونيفرسيتي. الموديل ديال اللغه كتعاود تقراه في التخصص في العام الاول والعام الثاني، وتيكون عندك موديل اللي خصك ضروري تفاليدي ديال اللغه الصينيه اللي حتى هو كتعلم فيه اشيسكا 1 واشيسكا 2. دابا غادي نعطيكم واحد المعلومه اللي ما كيبارطاجوش بزاف لي جاجونس مع الطلبه ديالو. الحاجه اللي خصك تعرف هو ان في حاله ما جيتي دير واحد السنه تحضيريه هنايا من بعد ما كتسالي داك العام خصك تقلب على شي اجونس تدفع لك شي يونيفرسيتي. يعني ماشي اليونيفرسيتي اللي كتقرا فيها اللغه هي اللي غادي تكمل فيها، ولو كاع كنتي باغي تبقى في نفس اليونيفرسيتي كتقرا فيها اللغه غتحتاج شي اجونس تدفع لك ديك اليونيفرسيتي، حيت لي زونيفرسيتي ما كيكون عندهم حتى شي علاقه مباشره مع الطلبه، ملي كتكون عندهم علاقه مع لي جاجونس اللي كيجيبوا لهم الطلبه. يعني في حاله ما كنتي غتقرا تخصص خصك تكون عارف ان من بعد ما غتسالي غتحتاج عاوتاني واحد الفلوس ديال واحد لاجونس اللي تدفع معاه باش انك تكمل باك ولا ماستر ولا بي اتش. الا كنتي كتقرا لغه غادي تحتاج انك تعاود تدفع اوراقك العام الجاي باش تقرا تخصص سواء باشلر ولا ماستر ولا بي اتش دي، وغتحتاج شي اجونس اللي تدفع عليك. هذا ما كان في هذا الفيديو، كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم. كانت بانت لك شي معلومه باقا ما تبارطاجيش كتبها لي في الكومونتير وغتبقى ندير عليها ريل وحده. هذا ما كان في هذا الفيديو، كان معكم حمزه، ان شاء الله ولي في راسك.